الجزائر تكشف مخطط المغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2025. لم يعد سرا أن الكاف أصبح مطية للمخزن، وأصبح مرتعا مقجعيا بامتياز. هذا ما قالته الصحافة الجزائرية بعد إعلان المغرب تنظيم كأس إفريقيا، لكن الجزائر تكشف سرا أكبر من ذلك وراء تنظيم المغرب لكأس العالم. اليوم نقولها يعني بصراحة أنه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عمل كل ما في وسعه باش الجزائر ما تدخلش للمكتب التنفيذي. هذه قناعتي. وهذا أيضا ما قالته الصحافة الجزائرية بعد إعلان المغرب تنظيم كأس العالم. وقالت بعض الصحف الجزائرية إن الجزائر تستحق تنظيم كأس إفريقيا أفضل من المغرب. مترشحة الجميع القاسي والداني يعلم بأن الجزائر متفوقة بمراحل، سواء من ناحية البنية التحتية، سواء من ناحية الملاعب، سواء من ناحية الطرقات، سواء من ناحية المطارات، سواء من ناحية الفندقة. الجزائر متفوقة بمراحل، حيث أن البنية التحتية للجزائر والملاعب أفضل من المغرب بكثير. لكن رغم كل هذه التصريحات وكل هذه الأخبار، المغرب يرد فقط بإنجازاته، حيث أن المغرب في السنوات القادمة سوف تستضيف بطولات عالمية كبرى. المغرب سينظم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال. المغرب سينظم كأس أفريقيا عام 2025. المغرب سبق له أن نظم كأس العالم للأندية أكثر من مرة. المغرب سبق له أن نظم بطولة أفريقيا اللاعبين المحليين أكثر من مرة. كأس العالم إذن في المغرب. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب. واش مؤامرة؟ كأس إفريقيا 2025 راه عند أحسن بلد في الرياضة اللي هاد الوقيته. يلا أحسن بلد في الرياضة هي المغرب. هضروا الصراحة، المنتخب الأول في النصف النهائي الأول مثل كأس إفريقيا 2025 وأيضا كأس العالم 2030، وإضافة إلى ذلك تنظيم كأس العرب وكأس العالم للأندية بعد أن كان النهائي في المغرب، زيادة على ذلك لمشاركة المغرب في المحافل الكبرى مثل الوصول إلى نهائية كأس العالم، وبالأحرى النصف النهائي كأول فريق عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة، زيادة على ذلك مشاركة المنتخب المغربي للنساء في كأس العالم، وبذلك يكون أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للنساء، وأيضا فوز الفريق المغربي بالبطولة الإفريقية للناشئين. وبالمقارنة مع بعض الدول لا تجد لها حتى 1% من هذه الإنجازات، ولديهم فقط الأخبار الكاذبة والكلام الفارغ. وقاموا معظم العرب بتهنئة المغرب على هذا الإنجاز العظيم الأول من نوعه في العالم العربي. وهنا سنترككم مع بعض ردود الأفعال العرب تجاه تنظيم المغرب لكأس العالم. مبروك على المغرب. كل التهنئة لأنفسنا قبل أي حد تاني. تنظيم المغرب لكأس العالم كأننا نظمناه، شاء من شاء وأبى من أبى. المغرب تعالى، ألف مبروك يا مغرب.